السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى النهاردة ان يكون يومكم كله سعادة. النهاردة هكلمكم على الكحك، او هنعمل فيديو للكحك بطريقة حلوة ولطيفة كده وجميلة. وفي نفس الوقت سهلة ومقدارها مش كتير. هيطلع حلو وناعم معاكم، واتمنى ان هو يعجبكم. قبل ما نبدأ المقادير بتاعتنا، ما تنسوش بالله عليكم تعملوا لي اشتراك، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك كمان. هنبدأ نقول المقادير بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي بالله طبعا في كل حاجة، لازم نسمي بالله عشان حاجتنا تطلع مبروكة. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 2 كيلو دقيق زي ما حضراتكم شايفين كده، مجهزينهم نخلينهم عشان نطلع منهم الهواء بتاعهم. معايا كمان هنا سمسم، كمية من السمسم اللي هو السمسم المحمص. زي ما قلت لكم معايا كمية من السمسم المحمص، اي كمية انتوا عايزينها. معايا كمان حوالي معلقتين ريحة الكحك. معايا كمان 2 باكو خميرة، ومعايا 1 بيكنج باودر، ومعايا كيلو من السمنة، ده حوالي كيلو. دي كل مقاديرنا النهاردة، يعني 2 كيلو دقيق هياخدوا كيلو سمنة. لكل كيلو دقيق بناخد نص سمنة، وانا بزود كمان معلقتين عشان يطلع ناعم معانا. يعني الكيلو ده هحط عليه حوالي 4 معالق سمنة كمان، اي نوع سمنة انتوا عايزينها. وممكن تعملوا نص بلدي ونص اي نوع انتوا عايزينه. هنبدأ بقى في الطريقة كده ونسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هناخد السمنة دي نسيحها كده او نفكها شوية. قبل ما السمنة تسيح يا بناتنا، نشوف كده هنعمل ايه. اول حاجة هنحط المكونات الجافة على بعضها. دي رشة كده، رشة ملح عشان سنة. دي كمان ريحة الكحك. معانا كمان السمسم المحمص المتنقي. هنبتدي بقى نقلب المكونات دي كلها كده على بعضها، نشوف كده. كمان باكل بيكنج باودر هنا معانا زي ما انتم شايفين كده. يعني المكونات الجافة كلها على بعضها، اللي هو السمسم وريحة الكحك وباكل بيكنج باودر. هنبتدي نقلب الخليط بتاعنا دون المكونات الجافة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبنا كده المكونات بتاعتنا وهنركنها على جنب. هنبتدي نحضر الخميرة بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين معانا هنا معلقتين سكر على باكوين الخميرة. هنبتدي كده نحط لهم شوية من المية الدافية. المية ما تكونش سخنة ولا ساقعة ولا باردة، يعني تكون دافية كده. نديها تقليبة كده ونركنها على جنب عقبال ما نشوف هنعمل ايه في الدقيق بتاعنا. نبتدي بقى نحط السمنة بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين كده، حطينا كمية السمنة كلها اللي معانا، طبعا سخنة. هنبتدي نقلبها كده بعصاية خشب لغاية ما تهدى شوية، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. الخميرة معانا ابتدت تتفاعل اهي. سابينها شوية ما نقلب الدقيق ده في قلب بعضه. الخميرة بتاعتنا تفاعلت زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي نحط اول حاجة الخميرة. النهاردة احنا مش هنستعمل لبن، لان اكتشفت ان اللبن بينشف الكحكايه بتاعتنا، يعني بيطلعها ناشفه. النهارده هنستعمل ميه ونشوف النتيجه هتبقى ايه. ضفنا كده الخميره بتاعتنا وهنبتدي نقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين كده هنبتدي نقلب العجين بتاعنا وندخل الخميره كده جواه ونشوف كده ونرجع لكم تاني. هنبتدي نحط بقى شويه ميه كده يكونوا دافيين حبه حبه لغايه ما احس ان العجينه معايا بقت كويسه وعامله كده زي الملبن. نبتدي نحط نص كوبايه بنص كوبايه، يعني هي مش هتاخد كتير، ممكن تاخد كوبايه ميه، كوبايه ونص ميه دافيه زي ما قلت لكم، تكون ميه دافيه. هنعجن بقى العجينه كده ونخلصها ونرجع لحضراتكم تاني نشوف العجينه كده بقت شكلها ايه، بتاعت الكحك الجميل ده اللي يطلع جميل. عجينه الكحك بتاعنا. بصوا حضراتكم انا عايزه اوريكم عامله زي الملبن في ايديا بالظبط، زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى نسيبها نريحها شويه وهنبتدي نغطيها. الكحك هيطلع في منتهى الجمال. هنبتدي نغطي العجينه بتاعتنا ونسيبها تستريح لمده نص ساعه او ربع ساعه قبل ما نشتغل فيها، يعني ربع ساعه كويس قبل ما نشتغل فيها. نرجع لكم بقى بعد ما تريح ونشوف هنعمل ايه. ورجعنا لكم تاني بناتنا. خلاص العجين بتاعنا ريح معانا. هنا حبينا نوريكم معانا القطاعه دي الشكل ده، ومعانا كمان الشكل ده، ومعانا كمان البصامه، حاجه اسمها البصامه اللي هي اكترية المحلات بيستعملوها، ومعانا كمان المناقيش بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني الشكل اللي هيعجبنا في دول هنعمله، او ممكن نعمل من كل صاج، من كل شكل صاج، يعني من المناقيش صاج، من البصامه صاج، يعني من كل حاجه صاج حسب ما انتوا عايزين وحسب اللي يريحكم. يلا بقى نبتدي نسمي بالله كده ونشوف هنعمل ايه، وننقش كده ونشوف هنعمل ايه مع لمة الولاد ولمة العيلة وفرحة العيلة، وكل سنة وانتوا طيبين. حضراتكم شايفين كده عملنا من كل نقشة واحدة. طبعا اللي تفضلوه انتوا، بس حبينا نوريكم النقشة بتاعت الكحك او النقشات بتاعت الكحك. احنا بالنسبة لنا هنعمل من كل نقشة صاج، فيعني حبينا بس نوريكم الحلاوة والجمال دون. وهنبتدي بقى نسمي بالله ونعمل الكحك بتاعنا. ورجعنا ليكم تاني يا حبايبنا. خلاص خلصنا الكحك بتاعنا. زي ما قلت لكم عملنا من كل صاج نقشة كده. بصوا قد ايه جميل النقشات بتاعته وقد ايه شكله حلو، وان شاء الله هيطلع برضو طعمه جميل. بصوا الجمال بتاعه عامل ازاي. هنخلص بقى طبعا بعد ما نقشناه كده هنسيبه لمدة ساعة اول ما يخمر في مكان دافي، وبعد كده هنسويه ونوريه لكم بقى بعد ما نسويه كده ونشوف الجمال بتاع الكحك بتاعه. ورجعنا لكم تاني يا حبايبنا بعد ما الكحك بتاعنا الجميل ده خلص. بصوا قد ايه جميل وقد ايه شكله تحفة. اتمنى ان شاء الله يعني تجربوا الطريقة بتاعتي والفيديو بتاعي كده يعجبكم. انا عايزة اوريكم طريقة التسوية بتاعته. زي ما انتم شايفين التسوية بتاعته عاملة ازاي، قد ايه جميلة. طبعا عايزين برضو نوريه لكم قد ايه ناعم كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا مش مستحمل، يعني مش مستحمل خالص الواحد يمسكه. ده لو حبيتوه ان يكون دايب، يعني لكل كيلو دقيق نص كيلو سمنة، ونرجع نزود كمان معلقتين. ده لو حبيتوه ان هو يكون دايب يعني معتدل يبقى نص كيلو سمنة. هنبتدي بقى نحط عليه السكر بتاعنا، رش عليه السكر كده الجميل دون. عشان نقدمه يبقى جاهز. عايزه اقول لكم انه ريحته تحفه والملمس بتاعه هيعجبكم قوي، احلى من اللي بتجيبوه من المحلات وانضف.
وكمان ضامنينه احنا عاملينه في البيت بطريقه كويسه. يعني هتجربوا كده ومش هتندموا. عايزه اقول لكم كمان ان طبعا كيلو الكحك بقى غالي جدا في المحلات، فيعني بنعمل توفير ونعمله في البيت. قد ايه جميل جدا. وده كان الكحك بتاعنا الجميل دون. مع تحياتي، مع تحيات مطبخ رودي. وكان الفيديو بتاعنا يا رب يعجبكم ونور رضاكم، والكحك بتاعي يعجبكم، ولو جربتوه هتلاقوه تحفة جدا. وشكرا لكم، كل سنة وانتم طيبين.